اليومين اللي فاتوا ما كانش فيه محتوى رياضي اللي احنا نطلع نتكلم فيه، باستثناء الموقف بتاع مهيب عبد الهادي مع الياس الجلاصي، اللي هو المفروض مهيب بنقول عليه راجل اعلامي، المفروض اللي احنا بنقول كده، بس هو تقريبا رجاله خريجه ابتدائيه. مع كل احترامنا طبعا للناس اللي خريجه ابتدائيه، في ناس بتفهم عن مهيب بكتير. احنا على الهوا ولا ليه؟ لا ده بيني وبينك مش على الهوا. لا ده احنا بيننا وبين بعض. طبعا بالنسبه لنا اي حد بيطلع على التلفزيون المفروض هو اللي يكون راجل مسؤول بقى عن كلامه، مسؤول عن الاخبار اللي بيقولها، مسؤول عن كل حاجه. يعني انا المفروض تتحاسب. الموقف اللي حصل مع الياس ممكن يحصل مع اي حد تاني، والمفروض اللي هو مش هيعدوا. المفروض اللي برنامج مهيب يتوقف. هل يتوقف بقى واللي هو ايه لفت نظر بقى وما تعملش كده تاني بس وخلاص وعدي، ولا المفروض يحصل موقف يعني راجل اتنشن تمام؟ يعني ومن زمان اصلا الخطوه دي كانت المفروض تتاخد بجد، بغض النظر عن الموقف بتاع الياس. في لقاءات القمه البعد النفسي كلهم يعني ده على الهوا كلهم يا جماعه، كلهم لعيبه رائعين. واحد نص اخباره غلط تمام، انا معرفش معاه كليه اعلام ولا كان معايا بالظبط بصراحه، ما علينا، ارزاق ما علينا. واحد نص كلامه غلط. التلاتة اللي بيستضيفهم دايما في البرنامج رضا عبد العال، مصطفى يونس، جمال عبد الحميد، اللي هو لا التلاتة دولت لو كانوا في جبهة واحدة في الملعب بجد والله كان هتبقى جبهة لعن الله من انجبها. التلاتة فكريا ماليش دعوه باللعب، فكريا في الكوره صفر. تحس ان هم طالعين في التلفزيون ان هم يصفوا خلافاتهم مع الناس بس، انما ككوره وكده وبتاع اظن اللي هم ايه محتاجين يقعدوا في البيت مع مهيب شويتين ثلاثه. اتمنى الفتره الجايه بجد الاعلام بتاعنا اللي هو ايه يبقى نضيف كده وسالك من جواه ويحب الخير للتاني، ومش فكره بقى بص انا عندي انفراد، بص انا عندي لاعب النهارده يطلع معايا يقول كذا كذا، بص المقلب الصغير ده، وثلاثه يطلعوا في كوره ما يتكلموش ولا اي لهم علاقه بكره القدم وبس كده. يا معلم انا كده بقيت اعلامي ناجح. استقيموا وارحمكم الله بجد.